السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. أهلا وسهلا فيكم بقناة رينبو بيكتشرز دي. اليوم بدنا نتعلم كيف نقدر نوصل جهاز تحكم بكاميرا نيكون B1000. جهاز تحكم من صناعة شركة نيكون اللي هو برمز MLL7، متوافق مع عدة كاميرات، مع كاميرتنا لليوم كوبلكس B1000 وكوبلكس B950 وكوبلكس A1000 وكوبلكس B600 وZ50. طبعا طريقة التوصيل بين الكاميرات كلاتهم هي موحدة ونفس الشيء تماما. نحن اليوم رح نتعلم على كاميرا كوبلكس B1000. طبعا الجهاز تحكم بيجي معه بالصندوقة فقط كتيب استعمال باللغة الإنجليزية وعدة لغات أخرى. بيتصل على الكاميرا عن طريق البلوتوث. وهلا بننتقل لطريقة التوصيل. طبعا منشغل الكاميرا. طبعا ما بيهم الوضع يلي نحن حاطين عليه حاليا، يعني الجهاز تحكم بيتصل على الكاميرا بكل الأوضاع الموجودة بالكاميرا. كل ما علينا انه نضغط على زر المانيوال ونروح على قسم الشبكة، قائمة الشبكة. طبعا لازم تتأكد انه وضع الطيران محطوط على وضع اوف. هون بيسألنا اختر الاتصال. طبعا نحن بنختار جهاز ذكي اذا حبينا نتصل عن طريق تطبيق الموبايل او وحدة تحكم اللي هي هلأ معنا. نحن بنختار وحدة تحكم، وهلا بننزل عند البلوتوث وبنتأكد انه موضوع على تمكين. نعمل رجوع. هلا ندخل على قسم الاتصال بوحدة التحكم عن بعد. طبعا مطلوب مننا انه نختار هذا القسم بشكل مباشر، وبنفس الوقت كمان نضغط على زر الطاقة اللي هو هون تبع جهاز تحكم لمدة 3 ثواني. ثانية، 2، 3. هلا بيكتب لنا جاري تأسيس الاتصال. تم الاتصال. طبعا هلا نحن بنخرج. جهاز التحكم بيعطينا عدة ميزات، طبعا مو لكل ميزات الكاميرا، بعضها وليس كلها. يعني من أهمها اللي هو بيعمل زوم وبيعمل رجوع زوم، بيلتقط صورة وبيسجل فيديو، بإمكانك نفس الزر تعمله إيقاف تسجيل فيديو. وفي عنا 4 أسهم اللي هون يلي هن نفس عمل هاي البكرة، بس طبعا الأسهم هون ما بيدوروا إطلاقا. يعني إذا ضغطنا بزر اليمين أو لفوق أو اليسار أو لتحت نفس العمل تماما. وفي عنا هون تحت زرين، هدول لحد الآن لسه شركة نيكون ما فعلت لإلهم أدوار أو أعمال، يفترض يكونوا بدائل لأزرار الكاميرا ال FN1 FN2. طبعا بالنهاية عنا تحت زر الطاقة أو زر الباور. خلينا نحن نعمل هلأ تجربة. طبعا مثل ما قلت لكم انا حاططها على وضع المانيوال اليدوي. طبعا جهاز التحكم بيشتغل على كل الاوضاع، ما في مشكله اطلاقا. هلا نحن بنجرب الزوم. نضغط هلا زر الزائد. زوم تمام. رجوع. رح ضلني واقف على هاي المسافة. طبعا في حال ضغطنا هذا الزر الكبير بيلتقط صورة، وفيه طبعا بإمكانك لو أنت مبرمجه مسبقا على أنه يلتقط صورة بعد 3 ثواني أو ما شابه المؤقت، نفس الأمر
بياخد وقته لحتى يلتقط الصورة. هلا بنجرب نصور فيديو، نفس الأمر كمان زوم. كله تمام. اوكي، ايقاف. طيب هلا حاليا الازرار الاربعه اللي هون في لها اسهم لفوق لتحت يمين ويسار، عملها نفس عمل ازرار البكره هي. طبعا هلا البكره اذا ضغطنا الزر على اليسار راح يعطينا المؤقت، يعني بيلتقط صوره بعد 10 ثواني او بعد 3 ثواني، او اذا حدا ابتسم، اذا كان حدا واقف قدامك، او بوضعيه الاوف يعني بدون. اذا ضغطناها لفوق راح يطالبنا برفع الفلاش، ابرز الفلاش للاعلى. طبعا انا موقفها اذا ضغطت على اليمين. اذا ضغطت لتحت للاسفل راح يعطينا الفوكس اذا حبينا نصور شيء قريب او ما لا نهاية او اوتوماتيك تلقائي. الجهاز بيعطينا عدة اشارات ضوئية هون، مجرد انه يشتغل راح يغمز فيه ضوء اخضر في حال كان العداد شغال حتى يلتقط صورة. كمان بيغمز ضوء اخر رح نجربه بعد 3 ثواني. طبعا نسينا نقول انه في هون زر اوكي اللي هو نفس عمل زر الاوكي اللي هون، يعني لما بتضغط زر للاسفل بيطلع لك الفوكس، بتضغط زر نحو اليسار بيطلع لك المؤقت، فانت بتنزل او بتطلع حتى تختار المؤقت المناسب، بعدين بتضغط اوكي. هلا بنلتقط صورة. نعيدها. لاحظوا هون في حال بدك تصور وانت حاطط مؤقت، الضوء الاخضر رح يصير برتقالي، معنا شايفين. وفي حال انت سجلت فيديو رح يصير لونه احمر مؤقتا، هاي دلالة على انه عم بيسجل فيديو، بعدين بيرجع للاخضر. وفي حال عملت ايقاف لتسجيل الفيديو بيشعل ضوء احمر انه الكاميرا مشغولة حتى يوقف تسجيل. طبعا في حال ضغطت زر الاوكي رح تطلع لنا اشارة بالوسط اللي هي مكان الفوكس، بامكانك زر اليمين واليسار تحركها يمكن هيك وضحت هلا عليكم. بالضبط هلا صارت اوضح. فينا نحرك هاي نحو اليمين او اليسار اللي هي منطقة الفوكس. جهاز تحكم بيحتاج لبطارية بتكفي لمدة سنة. طبعا تغيير البطارية سهل. ونوع البطارية رح يظهر على الشاشة هلا بحيث ما تجيبوا غير نوع. بالنسبة للضوء الموجود بالأعلى، في حال كان لونه أخضر طبعا بيومض كل ثانية تقريبا، هي إشارة إنه جهاز تحكم عم بيبحث عن كاميرا ممكن الاتصل فيها. في حال كان أخضر وومض سريع كل شيء تقريبا نص ثانية، فهي إشارة إنه هلأ عم بيعمل عملية الاتصال. في حال كان أخضر وعم يومض كل 3 ثواني تقريبا، يعني انه تم انشاء الاتصال بين الجهاز تحكم وبين الكاميرا.
في حال كان عم يومض برتقالي لمرة واحدة على أساس أنه صور الصورة. في حال ومض مرتين بيعني أنه انتهت من التصوير. في حال كان أحمر بيومض مرة واحدة بيعني أنه بلش يسجل فيلم. وفي حال كان أحمر بيومض مرتين بيعني أنه انتهى من تسجيل الفيلم. سعر الجهاز التحكم ليوم رفعي لهذا الفيديو باليورو 44.99، وسعره بالنسبة للدولار 49.95. طبعا هاي أسعار الشركة المصنعة، ممكن تلاقي عروض تانية من محلات تجارية أو ما شابه. لو عجبك الفيديو أو استفدت منه اضغط زر الإعجاب واشترك بالقناة، ويا ريت تفعل زر الجرس لحتى يوصلك كل جديد من عنا. حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.